وصفتي النهارده لأحلى وأجمل كيكة على الإطلاق، جميلة جدًا، لذيذة وسهلة وبسيطة، كيكة الماربل اللي هي فانيليا على شوكولاتة، طعمها جميل جدًا، هتعتمديها هشة وطرية إسفنجية جدًا، بمكون واحد بس هيخلّيها في حتة تانية خالص، هنشوفها وهنعملها وهتعتمدي الطريقة دي إن شاء الله، ومش هتعملي غيرها. تعالوا نشوف كده مع بعض هنعملها إزاي، ونشوف الأول الطراوة وسر الهشاشة بتاعتنا مع بعض، جميلة جدًا وإسفنجية، شايفين الشكل؟ تحفة جميلة جدًا، مع كوباية شاي كده هتوديكِ يعني في عالم تاني. الكيكة دي خطيرة، خطيرة، خطيرة يا جماعة، طعمها جميل جدًا، والشكل ما أقولكوش، والطعم في حتة تانية خالص. تعالوا مع بعض نعملها كده ونحضّرها. أول حاجة هنجيب 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، أهم حاجة يكون البيض مخرّجينه لينا فترة كده من التلاجة. هنحط عليهم كده الفانيليا، هاحط عليها كيسين من الفانيليا أو معلقة يعني، الموجود عندِك. هنضرب كده بالهاند بلندر أو بالمضرب أو بالخلاط، يعني زي الموجود عندِك أو ممكن خالص بالمضرب العادي اليدوي، مش هنغلب كده في عمايل الكيك إن شاء الله. هنضربها كويس لحد ما نعمل كده رغوة حلوة كده للبيض أو نخلّيه كده يفتح شوية، تمام كده؟ هنجيب هنا كوباية من السكر، أنا حطيت كوباية ومعلقة. حبيتوا تزوّدوا تنقّصوا براحتكم، السُكّر ده اختياري، ممكن كوباية إلّا ربع، ممكن نُص كوباية على حسب ما أنتِ حابة، بس هنا المضبوطة بالضبط كوباية ومعلقتين من السُكّر، هنضربها كده لحد ما يبقى الخليط بتاعي كريمي زي ما إحنا شايفين كده وأبيض وفاتح وجميل جدًا. هنمشي مع بعض كده في أسرار وتريكات للكيك تحفة ما حدش هيقول لِك عليها، جميلة جدًا، وإن شاء الله هتخلّي الكيكة معاكِ مرتفعة وإسفنجية وجميلة جدًا، وكل اللي هيشوفها هيقول لِك عملتيها إزاي. هنا هنحط نُص كوباية من الزيت على معلقة السمنة، يعني بالضبط تِلت كوباية من الزيت وعليها معلقة من السمنة، عشان يكمّلوا نُص الكوباية. هنحطها كده وهنضرب ضربتين 2 كده لحد ما تختفي بس السمنة والزيت في الخليط، ما نضربش أكتر من كده علشان ما يفصلش مننا. هنا بقى هنجيب كوبايتين من الدقيق وعليها المكون اللي هيخلّيها هشة جدًا، معلقة من النشا، المعلقة تكون هرمية كده من النشا، وعليها كيس البيكنج باودر بتاعي أيًا كان النوع اللي أنتِ هتستخدميه، تمام؟ هنحط رشة الملح عليها، وهنقلّبهم كده مع بعض، هنسيب الخليط الجاف كده ده على جنب، هنحط هنا معلقة من الخل علشان يضيّع زفارة البيض، وفي نفس الوقت الخل أصلًا مُحسِّن هيشتغل كده مع النشا هيدّي هشاشة وطراوة جميلة جدًا. طول ما إحنا ماشيين كده هنقول شوية أسرار للكيك، وشوية تريكات كده لو عملتيها هتفرق معاكِ في ارتفاع الكيك نفسه، تمام كده؟ هننزل بالدقيق بتاعنا اللي إحنا حطينا عليه المعلقة السحرية بتاعتنا، معلقة النشا، وحاطين عليه البيكنج باودر والملح. ما نخافش خالص، خالص إن الخليط بتاعي هيبقى تقيل، ما نخافش خالص إن هو يبقى سميك، هنشوف دلوقتي هنعمل إيه. شايفين القوام؟ تقيل جدًا، ما نخافش برضه خالص إذا كان أتقل من كده كمان. آدي التُقل بتاعه، تمام، ما نخافش خالص، خالص من التُقل بتاع الكيك، لسه في هنعمل كده تركاية كده أهي، هنجيب كده اللبن أو الحليب، الحليب ده مغلي، أنا لسه غالياه وقبل ما أشتغل في الكيك على طول. تمام، هننزل بيه خالص ما نخافش خالص على الكيكة إن هي مثلًا إن البيض يجرى له حاجة أو يعني الكيكة تبقى شكلها أو طعمها أو فيها ريحة زفارة أو أي حاجة، لأ خالص، طعمها جميل جدًا ولذيذة جدًا، شايفين كده؟ تمام، كده خلّصنا خالص الضرب ورجع القوام خفيف جدًا وجميل جدًا. هنقسم الخليط بتاعنا 2، هنحط معلقة من الكاكاو الخام الأسباني هنقلّبه، هنحط عليها معلقة من الحليب علشان نخفِّف تُقل الكيك أو الخليط بتاع الكاكاو، أهو معلقة من الحليب علشان نخفِّف الخليط تاني، يبقى كده يرجع زي الخليط الأولاني بتاع الكيك العادي بتاعي،
قسمناها نصين كده علشان هنعملها كده زي ما قلنا ماربل، نصها chocolate ونصها أبيض. أهو هننزل كده بالخليط الأولاني كده شوية شوية كده في قاع الصينية. تمام كده. حابة تعمليها يعني شوية وشوية كده براحتك اللي أنتِ عايزة تعمليه بيها، بس كده دي أحسن طريقة ليها. هننزل كده الأبيض. الكيكة جميلة جدًا وريحتها تحفة يا جماعة والله وطعمها جميل جدًا، هتعجبكم إن شاء الله. إحنا وبنشتغل كده أنا كنت مشغّلة الفرن على درجة حرارة 180. هاسيبها شغّالة كده شوية لحد ما أخلّص الكيك بتاعي علشان تبدأ تسخن يعني. أهو هنحط الأبيض على البني أو على الشوكولاتة بتاعتي. هنكمّل بعد كده الخليط بتاعي عادي جدًا. هاعمل نفس الفكرة إن هو واحدة بيضة، واحدة بني كده، وبعد كده هاكمّل باقي الخليط على الكل بعد كده. شايفين الخفة بتاعة الخليط إزاي؟ جميلة جدًا، وما تقولوش خالص إن هو مثلًا الحليب إن هو سخن مثلًا هيبوّظ الbaking powder أو حاجة، لأ بالعكس هنشوف الارتفاع والقوام عامل إزاي، جميل جدًا ولذيذ. هندخّلها فرن على درجة حرارة 180 لمدة نُص ساعة بالضبط. كانت هنا خرجت من الفرن، شايفين الارتفاع بتاعها وشكلها تحفة جدًا. هنقلبها كده وهنشوف هنقطّعها إزاي. شايفين؟ جميلة جدًا ولذيذة. طعمها ما أقولكوش عامل إزاي، أنا قطّعتها لكم وهي سخنة علشان تعرفوا الطراوة والهشاشة بتاعتها جميلة جدًا إزاي، وماسكة نفسها في نفس الوقت. خطيرة يا جماعة، جرّبوها ومش هتندموا إن شاء الله. أهو لمّا هديت شوية بسيطة كده، جميلة جدًا. يالّا لو وصلتوا لحد هنا لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تفعّلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.